مساء الخير على كل اخواتي وحبايبي. النهارده بنبدأ مع ماتشات الدوري الاسباني، لاس بالماس واتلتيكو مدريد. اتلتيكو تالت الدوري، ماتش مضمون فيه على الاقل نقطة، فهنتوقع فوز او تعادل اتلتيكو مدريد. ونروح للدوري الالماني، دارمشتات هيلاعب بوخم. طبعا معدل استقبال الاهداف عند الفرقتين عالي، والماتش هيبقى فيه اهداف كتير للفرقتين، فهنتوقع كلا الفريقين هيسجل. ونروح لماتش الدوري الايطالي، بولونيا ولاتسيو. طبعا الفرقتين قريبين جدا من بعض في المستوى، ومعدلات التهديف واستقبال الأهداف قليلة، فهنتوقع أهداف متتالية بواسطة فريق واحد، 3 أهداف أو أكتر ليه. نروح لماتش الدوري الفرنسي، باريس ومونبلييه. تفوق كبير لباريس على مونبلييه في كل حاجة. طبعا بما في ذلك المباراة على ملعب باريس، فهيبقى ماتش مضمون، هنتوقع فيه فوز باريس. نروح لماتشات الدوري المصري، هنبدأ بماتش سموحة والاتحاد. الاتحاد جاي من فوز على المقاولين، والفرقة في حالة كويسة أفضل من سموحة، فهنتوقع فوز أو تعادل للاتحاد. نروح للماتش اللي بعد كده، سيراميكا وبيراميدز. الاسكواد ومجموعة اللاعبين عند بيراميدز بيعمل فارق في مباراة مع أي فرقة، فهنتوقع فوز بيراميدز. نروح لآخر ماتش معانا النهاردة، زد هيلاعب الزمالك. الزمالك عايز يصحح أخطاء الماتش اللي فات قدام إنبي، فهنتوقع فوز أو تعادل الزمالك. ودلوقتي نيجي للأسامي بتاعة النهاردة. طبعا عاملين 4 أسامي. القسيمة الأولانية ده ماتشات الدوري الأوروبي، يعني الأربع ماتشات بتوع الفرق الأوروبية. القسيمة التانية هيتضاف عليهم ال3 ماتشات بتوع الدوري المصري. بعد كده في قسيمة للأخطاء معمولة على ال4 ماتشات بتاعت أوروبا. وبعد كده قسيمة أول حدث إن ركنية ليه.